انتي مش مجرد شغالة في البيت، رسالة لكل ست شايلة شيلة لوحدها. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة وانا واقفة الوقفة دي وسط الكراكيب وتفاصيل الأكلة اللي مبتخلصش، سألت نفسي، هو احنا ليه بنعمل كل ده؟ ليه بنصحى كل يوم في نفس الساقية، نلف ونعمل ونرتب، وفي الآخر اليوم بيخلص واحنا بنترمي على السرير من غير حتى كلمة تسلم ايدك. الفيديو ده مش مجرد وصفة أكلة، الفيديو ده طبطب على قلبي وقلبك، وكلام كان لازم يتقال من زمان ومحدش قاله. عارفة يعني ايه تكوني بطلة مجهولة؟ يعني تعملي الحاجة وتطلع عينك فيها والناس تتعامل معاها على انها عادي. الطبيعي ان البيت يكون نضيف، والطبيعي ان الاكل يكون جاهز، والطبيعي انك تكوني صابرة وضحوكة وما بتشتكيش. العادي ده هو اللي بياكل في اعصابنا بالراحة. انتوا مش آلة، ولا انتوا مجرد حد موجود عشان يخدم وبس. انتي الروح اللي من غيرها الحيطان دي ما تبقاش بيت. انتي الأمان اللي لو غاب يوم واحد الكل بيحس باليوم. بنضغط على نفسنا علشان نكون الأم المثالية والزوجة الشاطرة والبنت اللي مفيش زيها، وبننسى نكون احنا. بنحرق بنزين كتير قوي في إرضاء اللي حوالينا، لما بنقع محدش بيشيلنا. نصيحتي ليك النهاردة من وسط المطبخ، ارحمي نفسك شوية. مش لازم كل حاجة تبقى 100%، مش لازم تكوني سوبر وومن طول الوقت. ولو تعبتي ارتاحي، ولو زهقتي اطلبي مساعدة. تعبك ده غالي قوي، ما توزعهوش ببلاش على ناس مش مقدرة. بصي للأكلة دي وهي بتستوي، خدي بالك من البركة اللي في ايدك. عارفة يعني ايه ربنا يختارك انت عشان تكوني سبب في شبع الناس اللي بتحبيهم؟ يعني ايه دعوة حلوة تطلع من قلب حد أكل من ايدك؟ ده رزق. تعبك ده مش ضايع عند ربنا. ربنا شايف السهر، وشايف وقفة المطبخ في الحر، وشايف وجع ظهرك وانت بتلفي آخر صباع محشي. كل نقطة عرق هي حسنة، وكل لقمة بتقدميها هي صدقة. انت بتبني مملكة بالحب والصبر، مش مجرد بتطبخي طبخة. انت قوية، مش قوية عشان شايلة كتير، لأ، انت قوية عشان رغم التعب لسه فيكي حنية، ورغم ان محدش بيقولك شكرا لسه بتدي بزيادة. بس النهاردة أنا اللي بقولك شكرا. شكرا لكل ست مصرية أصيلة شايلة بيتها على كتافها ومبتشتكيش. شكرا لكل بنت بتكافح علشان تعمل لنفسها كيان وهي شايلة مسؤولية أهلها. انت بجد بطلة حياتك، ومقامك كبير قوي. أنا النهاردة فضفضت معاكم بكل اللي في قلبي. لو حسيتي إن الكلام ده لمسك أو إنك كنت محتاجة تسمعيه، متبخليش عليا بلايك عشان الفيديو يوصل لغيرك اللي محتاجة نفس الطبطبة دي. وإمتى آخر مرة قعدتي مع نفسك وشربتي حاجة بتحبيها بهدوء من غير تفكير في طلبات البيت؟ احكيلي في الكومنتات، واعتبر المكان ده فضفضة ليكي انتي وبس. مستنية حكاياتكم تبعتوها لي علشان نحكيها سوا. وطبعا لو لسه مش معانا في العيلة الجميلة دي، دوسي اشتراك وفعل الجرس علشان نكبر سوا ونطبطب على بعض دايما. أشوفكم إن شاء الله بالفيديو اللي جاي. مع السلامة.